تعالى. فوين تيشوفك ربي عز وجل؟ طبعا هو يشوفك دائما سبحانه وتعالى، ولكن يشوفك فاس فاس ويقابل وجهه لك عندما تقول الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا لحكمته ولحبه لنا درنا هذو 5 صلوات باش يتلاقى بنا ربي عز وجل. يعني يقول في الحديث القدسي: عبدي إذا كبر عبدي قال الله أكبر وليت إليه وجهي، فإذا التفت يمينا أو شمالا قلت له عبدي أهناك شيء خير مني يلتفت إليه؟ إذن الصلاة هي اللي تخليك تتلاقى بمولك سبحانه وتعالى، يستأنس بك ربك عز وجل. تقرأ القرآن في الصلاة لما تقول الحمد لله رب العالمين، عندك بكل حرف 10 حسنات. عندك رونديفو مع ربي عز وجل 5 أوقات. ما بين الصلاة والصلاة ربي يغفر لك كل الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: و5 صلوات، يعني رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلوات ال5 مكفرات لما بينهن. لما تروح للجامع عندك بكل خطوة تخطيها يعطيك ربي عز وجل حسنة، وين ما تحط رجلك يقومي لك سيئة. لما تصلي مع الجماعة عندك 27 درجة. لما تصلي يعني الملائكة معاك، ربي عز وجل يغفر لك الخطايا والذنوب. تتكلم مع ربي عز وجل. يعني من أراد أن يكلمه الله فليصلي، ومن أراد أن يكلم الله فيقرأ القرآن الكريم. إذا زيادة على النقاء، يعني لا بروبروتي ليجيان تاعك، لما كل وقت تتوضا فرق تنقي في روحك، تأقلم أظافيرك، وعندك هذه الصلة الدائمة بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذا وزيد حاجة، الصلاة جون، الصلاة سيت اون ايكول دو فورماسيون، يعني تدرب فيها، تتعلم. شوف هنا كي رانا في الجامع، الهدوء والسكون، تقول السلام عليكم، ما ديرش الشمة، ما تكميش الدخان، ما تاكلش الرشه، ما دير حتى حاجه. بالوسخ كنت تبغي تقيس ضفرك تخاف، لانه فيه طبيعه المسجد انه يربيك تربيه معينه. فباغينا ربي عز وجل ان هذا التربيه، هذا التدريب اللي تدرب عليه هنايا في المسجد، انك تخرجه خارج المسجد. اذا الناس تدرب بالمال، انت تدرب باطل. واي تدريب؟ ومن يدربك ومن هو قائد تدريبك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني 5 صلوات يكفروا لك الذنوب والخطايا. الانسان النهار اللي يفوت ما يعاودش يرجع. اذا ضيعت صلاتك في نهار واحد ما تعاودش ترجع ابدا الى يوم القيامه. اذا لهذا ايها الاخوه ايتها الاخوات، حتى اللي راكم تعصوا ربي عز وجل، حتى اللي مازال راكم تكموا الزطله، حتى اللي مازال تضربوا الشيشه، حتى اللي مازال تشربوا الخمر، اللي مازال تتشاتشوا، اللي مازال عندكم تباتوا تهضروا في ميلينيوم ولا مش عارف، والنجمه هذيك من 12 تاع الليل حتى 6 تاع الصباح، الله يهدي اريد والله يهديهم. يعني كانهم داروا لنا من 12 تاع الليل حتى 6 تاع الصباح باطل. زعما من هذه الخدامه والفلاحين باينه باللي باغي يرونوا لنا اولادنا. معليش كاع بهذه المشاكل اللي كاينه، ومع هذا نقول لك صلي، مع انك تقطع الصلاه. الشيطان يقول لك مازال ما تركتش هذه الصوالح ما تصليش. انا نقول لك لا، صلي ويجي النهار اللي تقطع فيهم هذه الصوالح، لان ربي عز وجل يقول: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اذا ايها الاحبه في الله عز وجل، سيرتوا رمضان ثاني فرصه اللي ماشي يصلي في رمضان، ولكن من بعد رمضان الله عز وجل لا يعبد في رمضان، وإنما يعبد طيلة السنة. نعبد ربي عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك الأخير. إذا انتهز الفرصة وبدأ تصلي، وغادي تشوف معايا كيفاش حياتك تتبدل، حياتك تنقلب من الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الهدى، وتشوف كيفاش الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك، يبارك لك في دراستك لك تقرأ، يبارك لك في صحتك، وتحس بروحك يعني إنسان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولهذا نذكركم فقط، شوفوا الجور اللي راهم يدخلوا للإسلام، شو كيفاش يحافظوا على صلواتهم. يعني راهم الآلاف من الناس يدخلون للإسلام، وإحنا نضيعوا أنفسنا ونروحوا لجهنم والعياذ بالله. على خاطر نقول لك صح نعيا نعاود لك ونقول لك الاعتدال وهذا كان، ولكن نقول لك بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلة التي بيننا وبينهم يعني الكفار الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وأول ما يسأل عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تقبل سائر عمله، وإن لم توجد رد سائر عمله والعياذ بالله. إذا الصلاة هي عماد الدين. غدوة إن شاء الله تبارك وتعالى ممكن نحدثكم شوية عن الصلاة، خاطر فيها الديمومة وفيها الخشوع وفيها كاين إقام الصلاة وكاين الصلاة وحدها. غدوة إن شاء الله نفرق لخاوتي وبناتي وولادي. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. واللي ما راكش تصلي دروك أدي قرار، قول والله دروك نبدأ نصلي. راك تشوف لي جان ابدأ إن شاء الله تصلي. وصلي اللهم وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.